صلصة الشتني أو الجاتني صوص من الوصفات المشهورة كتير بالهند، وأنا دايما بقدمها مع البرياني، بترافق أطباق البرياني بأي نوع كان. وبالهند إلى أكتر من طريقة تحضير، أنا تعلمتها مع شيف هندي. عندي تفاحة خضراء، عندي كوب من الكزبرة الخضراء مفرومة، عندي نص كوب من ورق النعناع مفروم حار أخضر إضافته اختياري، توم وزنجبيل، معلقة طعام من كل نوع، وعصير شي 3 حبات ليمون. عندي هون تقريبا شي كيلو من اللبن الروب، الزبادي. بنحط بمحضرة الطعام أو بالخلاط التفاحة الخضراء. بعد ما شلنا البذر حطينا كمية من عصير الليمون شي 3 حبات، الكزبرة والثوم والزنجبيل، وحطيت بس كمية بسيطة من اللبن، يعني أقل من نص كوب، وخفقتهم كتير منيح لصاروا ناعمين. بعدين بضيفهم على باقي اللبن وبقلبهم بمضرب يدوي، لأنه إذا حطيتوا اللبن رح يفرط بمحضرة الطعام ورح تصير كتير خفيفة. فنحن بنطحنهم بعدين بنضيفهم على اللبن وبنمزجهم كتير كويس وبنقدمهم.